السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي ان شاء الله. النهارده بقى الفيديو بتاعنا كده ايه، هاخدكم معايا كده ايه في جولة في السوبر ماركت. راح اشتري كده شوية حاجات. وهاخدكم بقى معايا كده ايه، نروح بقى يعني نجيب شوية الحاجات اللي ايه اللي عايزاها. يعني ناقصني شوية حاجات كده في البيت. يعني كاتبه بقى ايه حاجات. انا طبعا قبل ما بنزل بشوف ايه اللي ناقصني في البيت وكده. بدخل بقى اشوف ايه مثلا، ايه الحاجه اللي عايزاها الشهر ده وايه الحاجه اللي انا مش محتاجاها، ايه الحاجه اللي متبقت عندي من الشهر اللي فات مثلا. مش بحاول اجيب حاجات كتيره لان طبعا اصلا الدنيا بقت غاليه، يعني الاسعار ربنا يقوينا عليها بجد والله العظيم. الواحد مش عارف هيعمل ايه ولا ايه، يعني يلاقيها منين ولا منين، بجد الاسعار بقت نار. وكل يوم الحاجه عماله تغلى يعني. الحمد لله على كل حال، يعني ربنا يقوينا جميعا يا رب كده ويسترها علينا جميعا. هنا بقى كنت اخدت خلاص الطريق يعني كده، رايحه كارفور زي ما قلت لكم كده. هنا كنت في الطريق بقى خلاص. كنت رايحه بقى كارفور، خدت الولاد طبعا معايا. عايزه اقول لكم اليوم اللي باخد معايا الولاد بيبقى يوم ايه بقى، ما اقولكوش، هي بالنسبه لهم تبقى فسحه يا عيني كده، عشان هم اصلا كمان ما بيخرجوش ولا بيروحوا حته. مش بوديهم حتت يعني كتير وكده، فدي بالنسبه لهم بتبقى الفسحه بتاعتهم بقى. لما بيروحوا بقى ايه كده معايا يعني كارفور وكده اجيب الحاجات. او ما اقول لهم يلا بينا رايحين النهارده، ما اقولكوش بقى بيبقى بالنسبه لهم بقى يوم عيد. ليه؟ لان طبعا كارفور طبعا انتوا عارفين مكان واسع وكده، كل واحد بقى بيبقى عايز يمسك بقى مثلا ايه العجله او كده ويروح بقى ينقي اللي هو عايزه. مثلا بنبقى متفقين من البيت مثلا كل واحد مثلا هيجيب حاجتين او حاجه او ثلاثه، حسب بقى ايه طبعا زي ما قلت لكم كمان الاسعار وكده. فبقول له مثلا انت هتجيب حاجه، يعني هم انت يعني احاول اخلي الاتنين يجيبوا زي بعض طبعا، او كل واحد هو عايز ايه يعني، بس بنبقى مرتبين من البيت. زي ما قلت لكم كده ببقى عارفه مثلا انا نازله جايبه ايه، او ايه اللي ناقصني في البيت، فبقى مرتبين. او مثلا لابني ده انت هتجيب مثلا حاجتين او انت هتجيب حاجتين، يعني عشان ببقى مثلا برضو نازله بميزانيه معينه برضو، وعارفه انا مرتبه ايه وهجيب ايه. هنا اول حاجه بقى دخلنا خلاص كده، وصلنا كارفور خلاص. دخلت كده ايه، كانت دي تلاجة الفراخ وكده. وبعد كده رحت على قسم التوابل. تمام. انا كان ناقصني بقى شويه حاجات كده في التوابل هجيبها. كنت هجيب لهم كمان ذرة فشار. انتوا عارفين بقى الفشار وكده، هما بيحبوا الفشار فقلت اجيب لهم. وكان ناقصني عايزه اجيب كمان فلفل اسمر، وعايزه اجيب نشا. يعني شويه حاجات هناك بقى في كارفور. الحاجه بصي بتبقى قدامك كده باساميها، يعني في مثلا توابل ما بقاش مثلا عارفه اسمها، هم بيبقى كاتبين عليها الاسم بتاعها. فمثلا انا بساله عايزه مثلا الحاجه الفلانيه او عايزه البهارات معينه، فبيقول لي مثلا هنا بتاخدي بقى مثلا كيسه. تمام. وبيبقى كل حاجه، يعني كل البهارات بيبقى بصوا عاملين زي كده ايه، زي معلقه او حاجه بتعبي وتاخدي، يعني تاخدي كيس وتاخدي البهارات او اي حاجه انت عايزاها، بقوليات او اي حاجه، وتحطي في الكيس الكميه اللي انت محتاجاها، وتروحي بقى تقولي له عايزه ايه يوزنها لك. عايزه نص، عايزه ربع، عايزه تمن، عايزه يعني حسب ما انت عايزه بتقولي له هو بيعمل لك في كل حاجه. عنده البهارات كلها. هنا بصوا كنت بقى ايه، خدت كيسه، قالوا لي يا ماما عايزين ذره فشار. رحت خدت كيسه. تمام. وخدت كده اللي هي المعلقه دي اللي هما بيبقوا حاطينها زي ما قلت لكم كده في البهارات او في اي حاجه، يعني بيبقوا حاطين كل حاجه ايه معلقتها كده. فباخد بقى منها واحط بقى في الكيسه. ورحت عطشها له ايه، قلت له ايه وزن لي بقى، اشوف مثلا دول هيطلعوا كام، انا معرفش. زي ما يطلعوا مثلا، قال لي نص ماشي، قال لي نص او ربع ماشي، يعني انا مش عايزه كتير برضو، عشان ايه يفضل ايه ما يفضلش عندي كتير، يعني مش عايزه يفضل ايه عندي كتير في المطبخ وكده. تمام. وزنتهم وكده وشفت بقيه الحاجات اللي انا عايزاها. كان ناقصني شويه بهارات كده زي ما قلت لكم. طبعا انا ببقى كاتبه ورقه باللي انا عايزاه وكده. وطبعا لو انا ماشيه في كارفور شفت حاجه تانية مثلا عايزاها، حاجه عليها عرض، حاجه عليها مثلا سعرها مناسب بالنسبه لي، فبجيبها بالمره يعني. ممكن ما كنتش كاتباها بس ابقى مثلا محتاجاها، او انا لقيتها عرض مناسب او حاجه ببقى اجيبها. هنا بقى ايه، رحنا هنا كده شافوا ايه المقرمشات دي او المقرمشات دي، يعني هما بيحبوها. فقالوا لي ماما احنا عايزين نجيبها. هنا كانت كل حاجه بصوا، كل كيس بقى بيبقى مكتوب عليه وزنه او سعره. يعني هنا في انواع كتيره للمقرمشات دي، وطبعا في بالجبنه وفي بالطماطم، يعني ايه حسب بقى ايه الطعم.
هنا بقى كنا لسه بنتناقش انت عايز ايه وانت عايز ايه. فكل واحد بقى ايه، ده عايز حاجه وده عايز حاجه، ده عايز مش عارفه كان بالجبنه وده عايز بالطماطم، لا انا عايز الشكل ده، في منها اشكال. فكل واحد كنا لسه ايه بنتشاور يعني كل واحد هياخد ايه. وطبعا بصوا كان هنا في برضو حاجات تانية، يعني انواع كتيره، انت بقى بتنقي اللي انت عايزاه. زي ما قلت لكم طبعا انت تبقي ماشيه مع الولاد، بتبقيش عامله حسابك مثلا على حاجه معينه او حاجه، فهم بيشوفوا حاجات تانية بيجيبوها. تمام، يعني هم هنا بيحبوها الحاجه دي فجبناها. هنا بقى دخلنا على قسم الجبن. بصوا هنا بقى قسم الجبن، في انواع كتيره من الجبن. في جبن اللي هي سايبه دي يعني، برضو بتقدري تاخدي مثلا نص، تاخدي ربع، تاخدي بقى حسب الكميه اللي انت محتاجاها. في انواع كتيره جدا، في مثلا الساده، في مثلا بالخضار، في بالشطه، في بالزيتون، في كل حاجه. في هنا بصوا دومتي او فيتا برضو، انواع كتيره جدا. واللانشون والجبن التركي، الحاجات دي كلها ايه موجوده يعني. قسم قسم الالبان او قسم الجبن موجود فيه كل حاجه. هنا بقى بصوا كده قسم الفراخ او الدواجن. هنا يعني هنا بصوا كانوا عاملين بانيه متبلينه مجهزينه، عاملين هنا برضو في بصوا كبده، في انواع كتيره هم عاملين حاجات كتيره الصراحه، لان انت تاخديها على طول يعني. دي الناس بقى ايه اللي مثلا واحده بتشتغل او حد بيشتغل او حاجه ما، او يعني مش فاضي او كده، تاخدي الحاجات دي كلها على طول على على الاكل على طول يعني، دوبك تسويها بس على النار، قصدي متبله وجاهزه وكل حاجه. تمام. خدنا بقى لفتنا وكده، ودخلت بقى على قسم المكرونه والملح والحاجات دي. دخلنا هنا جبنا الملح، كان ناقصني ملح برضو وكنت عايزه اجيب ملح. بص هو يوم كارفور ده، او يعني اليوم بتاع السوبر ماركت ده بيبقى يوم، بصوا انا بحبه مش هقول لكم لا، في نفس وفي الاولاد بيحبوه، بس اللي بيعملوه فيا بيخلوني اقول لا المره الجايه انا مش هروح اجيب حاجه، او مش هاخدكم معايا، او لا انا هجيب الحاجه حاجتي من بره. وعايزه اقول لكم فعلا انا بجيب حاجات ممكن من بره، يعني مش بجيب كل حاجه من سوبر ماركت او من كارفور. يعني ليه؟ لان الاسعار برضو عايزه اقول لكم اسعار برضو عاليه، مش كل حاجه برضو سعرها معقول. في حاجات برضو سعرها بلاقيها اوفر عن بره شويه. هي كل حاجه بقت سعرها الصراحه عالي يعني، مش حاجات معينه بس، كله يعني في اسعار برضو اوفر شويه، كل حاجه غلت. يعني عايزه اقول لكم اروح اسال على حاجه الاقيها تاني يوم غلت. كنت من كام يوم بعت جبت مسحوق تمام للغسالة عندي، وكان مثلا في حدود انا عارفه كام يعني، ما غلاش كتير. هو الاول كان غلا وبعد كده غلا تاني، فدلوقتي بعتني جاب. فبعدها بيومين معرفش كنت محتاجه برضو اروح، كنت بعدها يجيب لي حاجات برضو منظفات وكده، فقلت له اسال لي عليه بقى بكام، انا سمعت ان هو غلي. قال لي يا ماما زاد 10 جنيه. فيعني انا لسه جايباك من يومين، يعني انا ما لحقتش مثلا، فاهمني؟ انا عندي انا لسه جايباه، بس قلت اسال لان انا سمعت ان في ناس بتقولي غلا، فبقيتش عارفه الصراحه اعمل ايه بيني وبينكم يعني. فكل يوم الحاجه عماله تغلى الصراحه. هنا بقى دخلت على قسم المكرونات، ربنا معانا بجد ويقوينا يعني. شفت برضو المكرونه اللي انا محتاجاها. كنت عايزه اجيب سباكيتي، وكنت عايزه اجيب برضو عقل صغيره. سباكيتي بقى انا عندي هنا بيحبوا السباكيتي قوي، بيحبوها بالصلصه طبعا. ولما بعوز مثلا اعمل كشري ولا حاجه ببقى عايزه برضو سباكيتي، فبحتاجها طول الشهر يعني. دايما يقولوا لي ماما عايزين سباكيتي. لما اجي مثلا اسالهم واقول لهم هعمل النهارده مكرونه، ايه رايكم اعمل نوع ايه؟ عندي مثلا عقل صغيره وعندي سباكيتي وعندي قلم، اعمل لكم مثلا بشاميل ولا بالصلصه؟ يقولوا لي لا بالصلصه وسباكيتي. فهم انا عارفه بيحبوا ايه بقى. فعشان كده زي ما بقول لكم قبل ما بروح بشوف بقى مثلا اللي عندي، بخش كده المطبخ بقى وافتح بقى ايه دولاب الخزينه عندي وكده، اشوف مثلا ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا عايزه اجيبه من كارفور، ايه اللي انا هجيبه من بره. في حاجات طبعا مش بجيبها كلها من كارفور، طبعا بجيب حاجات من بره طبعا. زي ما قلت لكم بيبقى مثلا سعرها بره اقل شويه، يعني زي المنظفات ممكن ما اجيبهاش من هناك، ممكن اجيبها من بره. آه مش كله الصراحه يعني، حسب بقى انا بشوف الاسعار بتبقى عامله ازاي. وطبعا عايزه اقول لكم الشهر ده غير الشهر اللي يعني اللي قبله، يعني زي مش كل الشهور زي بعضيها. يعني الشهر اللي فات مثلا الاقي الحاجه بسعر، الشهر ده بسعر تاني. فعايزه اقول لكم ان زي ما بقول لكم كده كل يوم الحاجه عماله تغلى، مش شهر ولا حاجه، لا كل يوم. فبشوف بقى الحاجه اللي مثلا ايه، حسب انا نازله بميزانيه معينه وعايزه اجيب حاجات مهمه وضروريه طبعا للبيت، فربنا يعني ايه ييسر الحال يعني. هنا بقى كنت في قسم المكرونه.
بشوف بقى هجيب ايه مكرونات. كنت عايزه برضو شعريه، وكنت عايزه كمان كنت بدور برضو على لسان العصفور. يعني انا برضو بيحبوها وبحب اعملها لهم كده جنب اي اكل وكل حاجه، اعمل لهم شويه مثلا ايه شوربه لسان العصفور. يعني ايه لفينا كده شويه، ايه جبت انواع المكرونه اللي انا بحبها. هنا بقى ايه رحت ايه، قلنا احنا عطشانين وكده، فروحنا عند التلاجة دي. انا بحب عني فيروز اناناس جدا. انا من عشاق الفيروز بس بالاناناس، ما بحبهاش بالخوخ، بحب الاناناس قوي. فكل واحد بقى جاب حاجه هو عايز يشربها. طبعا انا بعد ما بيشربوها بحطها في الباسكت عندي، يعني مع في العجله اللي انا بجيب فيها الحاجه، وبحاسب طبعا عليها، مش برميها ولا حاجه. خلاص مثلا يعني ايه ابني عايز مثلا عصير او اي حاجه، بجيب له اللي هو عايزه يشربها، اخليها في الباسكت، ابقى احاسب عليها وانا ايه بحاسب، اقول له خلاص احنا ايه شربنا دي، يعني احنا خدناهم. فيروح ايه خلاص محاسب لي عليها ويرميها عنده في الباسكت. تمام. بصوا انا خدت الفيروز حبيبتي، فيروز انس دي برضو غلت والله يا جماعه. عايزه اقول لكم يعني مش عارفه، يعني حتى الحاجه اللي الواحد بيحبها او اللي بيرفه فيها عن نفسه غلت برضو. يعني مش عارفه، الحمد لله على كل حال يا رب. هنا بقى دخلت زي ما قلت لكم، هنا بقى قسم المنظفات. شوف بقى عايزه اجيب مسحوق معين، عايزه اجيب يعني مسحوق عادي، مش عايزه اجيب اوتوماتيك، لان زي ما انتم عارفين الغساله عندي انا جايباها فوق اوتوماتيك، يعني اللي هي من فوق حلتها من فوق. فانا عايزه لها مسحوق عادي، مش عايزه اوتوماتيك. فما لقيتش خالص مسحوق عادي، ما لقيتش غير نوع انصص بس. لقيت اريال بس نص كيلو. فلا انا كنت عايزه كيلو، عايزه 2 كيلو كده. بس ما لقيتش. انا كنت بحب، يعني انا كنت بجيب دايما برسيل، فانا حابه ان انا اجيب برسيل، بس ما لقيتش برسيل خالص اصلا، ما لقيتش مسحوق عادي خالص. غير غير بس زي ما قلت لكم الاريال كان نص كيلو. فقلت لا خلاص بقى هجيبه من بره. تمام. هنا بقى كنت بشوف بقى بقيه المنظفات وكده، كله برضو اوتوماتيك. فلا يعني ما لقيتش بقى، ما لقيتش اللي انا محتاجاه. قلت خلاص ايه اجيبه من بره مفيش مشكله، اهم حاجه بس اجيب الموجود هنا. وهنا بقى ايه، دخلنا هنا. هنا دخلنا بقى، كان ابني عايز يجيب جل شعره، قلت له لا. قعد يقنع فيا، قلت له لا برضه مش هجيبه، وفعلا برضه ما جبتوش. قلت له ده اصلا بيوقع الشعر وكده، يلا بينا يا ايه نمشي على طول، ويلا بينا ايه نروح نحاسب كده كده. تمام قوي 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 حلو قوي. كان هم برضه جابوا اللي هم عايزينه وكده. وكده كنا رايحين بقى نحاسب خلاص. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. وحاولت يعني اقول لكم ان شاء الله بقى ايه كده فيديو المشتريات، استنوه ان شاء الله. اعمل لكم بقى فيديو لوحده بالمشتريات. يا رب يكون الفيديو عجبكم.